بصي يا ستي، اخدت فتره اشتري دهب كتير جدا، اروح البيت مبسوطه جدا بالدهب اللي انا شارياه، اروح احسب ورا الصايغ الاقيه ضاحك عليا وواخد مصنعيه عاليه جدا غير اللي احنا متفقين عليها. مع العلم الصايغ ده بيبقى معرفه وبتعامل معاه من زمان جدا وعارفه كويس ان هو بيتقي ربنا. كل شويه يحصل نفس الموضوع، فقلت لا بقى خلاص يعني مش هينفع كده، فتعلمت طريقه حلوه جدا ان انا ابدا احسب وراه. فبعمل ايه بقى؟ بدخل للصايغ بقول له على الحاجه اللي انا عاجباني، مثلا انا عايزه الخاتم ده لو سمحت، اسيبه يحسب حسبته كلها ويقول لي مثلا الخاتم وليكن ب 5000 جنيه، اروح اسمى ال 5000 جنيه على عدد الجرامات، وطبعا عينك على الميزان عشان برضو ما يضحكش عليكي. اقوم اسمى ال 5000 على مثلا 5 جرام هيدينا 1000 جنيه، هطرحهم من سعر اليوم وليكن 800 جنيه، هيتبقى ال 200 جنيه اللي هيتبقى ده هي دي المصنعيه اللي هو حسبها لي. يعني بالراحه كده انا بقسم الرقم اللي هو قاله اللي هو السعر الخاتم كله على عدد جرامات الخاتم، وبيديني المبلغ ده بطرح منه سعر اليوم، اللي بيتبقى خالص هو ده المصنعيه. قررت بقى ان انا اللي هضحك على الصايغ وعمري ما هخلي صايغ يضحك عليا تاني. فبقيت اعمل ايه بقى؟ بقيت ادخل للصايغ بقى واخليه يحسب حسبته واحسب وراه، لما الاقيه حاسب لي مبلغ جامد المصنعيه يعني، وبعد كده يقول لي وقت البيع الكلام هيختلف. بصوا عشان قصه المصنعيه وما يضحكش عليها فيها، بقيت اخش للصايغ اقول له لو سمحت وريني كل الذهب اليوزد اللي عندك والذهب الاوتلت وانا هشتري منك كميات كويسه. فحرفيا بقيت اشتري ذهب يوزد او اوتلت وما ببصش خالص على الجديد عشان خاطر قصه المصنعيه دي. وده ليه بقى؟ لان انا بحب الذهب الايطالي جدا وبحب الذهب الماركات، ما بحبش الذهب المصري خالص. فعشان كده انا عايزه اشتري ذهب ايطالي وفي نفس الوقت عايزه اجيبه بمصنعيه قليله، فما كانش قدامي حل غير اني اجيبه يوزد او اوتلت. فاليوزد او الاوتلت طبعا مصنعيته بتبقى اقل بكتير جدا من مصنعيته الحقيقيه، يعني خاتم زي ده اصلا مصنعيته بتعدي ال 200 جنيه، انا لما اجيبه هجيب المصنعيه ب 40 جنيه بس. وفي نفس الوقت انا بحسب وراه عشان ما اديلوش فرصه يضحك عليا، وعيني على الميزان كمان. فبكده انا بقيت اذكى واشطر من الصايغ. فاعملي انت كمان كده.